السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، مرحبا بكم معايا في قناة وصفات تينا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي كيف خلطت الصفوف ديالي. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. صراحة كان صفوف رائع بزاف ولذيذ. غادي نشارك معكم جميع المراحل اللي مريت بها في هذه الوصفة، وكل مرحلة غادي نحاول نعطيكم جميع التفاصيل الخاصين بها. كنتمنى إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بواحد اللايك وتعليق حول الفيديو. وإذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة، المرجو أنكم تشتركوا معي في القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وندوزو مع بعض الأول مرحلة اللي هي كيف ما شفتوا معايا في الفيديو اللي كان من قبل، كان تحمار ديال الدقيق وغسيل ديال الزنجلان. من بعد ما كندوزو واحد الدوزه اللي هي خفيفه كيف ما شفتوا معايا، راه ملي غسلته ما بقاش فيه النقا بزاف، يعني غير خصنا نتاكدوا ان ما فيه حتى شي حاجه صافي، ومن بعد نحمروه. كنشعل العافيه على نار مهيله. كنفضل الصراحه نحمر هاد المكونات في الفران على انني نحمرهم في المقله. اول طبقه اولا اول طاوه كنوضعها قريبه للعافيه اللي من تحت، هي الطاوه اللي فيها الكاوكاو، حيت ديجا الكاوكاو تيشد شويه ديال الطياب، يعني كياخد الوقت في التحمار. اما الزنجلان ولا اللوز راه كيتحمر بالزربه. كنخليها على عيني، يعني اون فوا كنحل الفران كيبان ليا هو الاول سواء كان الزنجلان اولا اللوز، كنحركو وعاد كنشوف الكاوكاو. بالنسبه للفران راني نشعل العافيه على الفوق وعلى التحت، يعني ضروري ملي نبداو هكا تنحمروا هاد المكونات نبقاو مقابلينهم. كنبقى كنحمر شويه بشويه حيت ديجا عندي الفران صغير. كنحمر الزنجلان. غادي نحيد هاد الكميه اللي دات في الطاوه، ومن بعد غادي ندير الكميه الثانيه ديال الزنجلان، وكتكون باقا الكاوكاو باقي ما تحمرش التحمار ديالو الكافي. كنحاول ما امكن نعطيو الكاوكاو الوقت باش كيتحمر، باش ما كيبقاش لينا خضر، وبالتالي ما يخصاش لينا السفوف الا بغينا نحتفظوا به لمده طويله. وباش كنعرفوا الزنجلان انه صافي راه تحمر، خصنا نحيدوه ملي كيتغير اللون ديالو، يعني كيولي محمر. وكناخذوه هكا شويه ما بين صباعنا كنمعكوه، يعني كيتمعك وكيولي طالق الزيت ديالو. انا بالنسبه لي هنا باقي ما طلقش الزيت ديالو، باقي ما تمعكش كله. غادي نزيد نخليه واحد شويه في الفران ونعاود نفس العمليه، يعني غادي نمعك الزنجلان بيدي. الا تمعك كامل وطلق داك الزيت ديالو صافي غادي نخرجو. ومن بعد ما كيتحمر ليا الزنجلان مباشره هو مازال سخون كنحاول نطحنو. كنطحنو حتى كيتعجن، يعني كيطلق داك الزيت ديالو هو مازال سخون، كيطلق داك الزيت صافي كيولي بحال هذا الشكل هذا، يعني كيولي معجن. بالنسبه اللي ما بغاهش يتعجن كيطحنو عادي، يعني خليه ممكن تخليه حتى كيبرد على خاطرو عاد كطحنيه. وقبل ما نطحن الكميه كامله اللي عندي كناخذ واحد الحفينه ديال الزنجلان هكا حبوب، كنضيفها مع هاد العجينه ديال الزنجلان باش كتبقى من بعد ما نخلط الصفوف كيبقى تيبانو ديك الحبيبات ديال الزنجلان باينين في الصفوف. من بعد ما كنحمر اللوز كناخذ تقريبا هنا عندي كيلو ديال اللوز، غادي ناخذ نصف كيلو ديال السنيده ندوبها في مقله حتى كتذوب تولي بحال الشكل ديال الكراميل. ونوضع فيها هاد اللوز اللي حمرت كامل، ونخلطو بمعلقه خشبيه حتى كيتلبس كامل بداك الكراميل. من بعد كناخذ واحد ورق الطبخ نوضعو هكا في فوق الطبله، كنسرح فيه هاد اللوز اللي تلبس مزيان بالكراميل، نسرحو ونحاول ما نقيسوش بيديا باش ما يحرقنيش حيت كيكون ديجا مازال سخون. كنخليه حتى كيبس ويبرد، عاد من بعد كنولي نكسرو بيديا. من بعد كناخذ واحد المهلاز كندقو واحد شويه باش كيولي هكا مهرس مزيان، باش عاد كنولي نطحنو في الطحانه الكهربائيه. غادي نطحنو حتى يولي على شكل عجينه. الا كانت عندكم الماكينه اللي تكون هكا تتحمل شويه ممكن انكم تبقاو طحنوا حتى تحصلوا على شكل ديال البخاليني، يعني كيكون واحد الخليط اللي هو طالق الزيت ديالو. بالنسبه للبخاليني اللوز غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف الا كنتو بغيتو تشوفوا الطريقه كيف درت لهذا اللوز. غير كان تيبقاو المكونات اللي مختلفين، يعني كان عندي كيلو ديال اللوز درت ليه نصف كيلو ديال السنيده، لكن في البخاليني ديال اللوز اللي غنخلي لكم الرابط ديالو غتلقاو نفس الكميه ديال اللوز هي نفسها ديال السنيده. وبالنسبه للكاوكاو من بعد ما تحمر كيولي بهذا الشكل هذا، يعني من بعد ما كنزول ليه القشره ديالو باش كنعرفوا راه تحمر صافي كناخذ واحد الحبه ديال الكاوكاو ونقسمها على زوج. الا كانت دات الطق صافي راه تحمرات، يعني ما بقاتش رطبه. صافي من بعد غادي نطحنو في الطحانه. انا هنا بالنسبه للكاوكاو ما غاديش نخليه حتى يولي عجينه، يعني غنخليه يبقى شويه مهرمش باش يبان في وسط الصفوف ملي نخلطو. اما بالنسبه للزرارع اللي هما زريعه الكتان والنافع وحبه حلاوه ما كنحمرهمش في الفران وهو شاعل، يعني حتى كان سالي من الفران تتكون الحراره ديال الفران مازال مرتفعه. كنطفي الفران وكندخل ليه هاد الطاوه اللي فيها النافع وحبه حلاوه وزريعه الكتان،
وكنخليها كتصهد في ديك الحراره اللي عندي في الفران حتى كيبرد فيها الفران ونخرجهم. من بعد كناخذ غير حبه حلاوه والنافع هما اللي كنطحنهم مع بعض. اما زريعه الكتان كاينه تقنيه بوحدها باش كنطحنها. كنطحن هاد الزرارع مزيان حتى كيوليو مسحوق، ونغربلهم بغربال اللي تكون هكا العوينات ديالو رقيقه، ونحاول ما نضربش الغربال بزاف باش ما ينزلش ليا حتى دوك الحرشي. يعني نحاولوا ما امكن نغربلو الغربال غير بشويه باش نحصلوا على هذا المسحوق هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وداكشي ما تبقى نعاودوا عاوتاني نطحنوه. كنبقاو هكا مستمرين حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا ديال النافع وحبه حلاوه. بالنسبه للمقادير احبائي اللي دات في هذا الصفوف غادي نخليه لكم في مكتوبين في صندوق الوصف بلا ما نقوله لكم شفويا. صافي غادي نكمل هاد حبه حلاوه والنافع كيف ما كتشوفوا معايا. ملي كنبغي نغربلها دوك الكويرات اللي كنشوفهم بودره وهما مجموعين كنحاول نطلقهم بيديا، كنشدهم بيديا ونطلقهم، ما كنضغطش على الغربال باش كينزل كلشي. يعني نحاولوا ما امكن نضبطوا هاد المساله ديال التغربيل ديال هاد المكونات باش ما يجيناش صفوف حرش. اما بالنسبه لزرع الكتان فالاكثر الناس كيستغناو عليهم كيديروهاش في الصفوف ديالهم، حيت ولو كتطحن كتبقى ديك القشره ديالها كتلصق في الفم. حيت ديجا ملي كيبغيو يغربلوها ما كتبغيش دوز لهم في الغربال. لكن بهاد التقنيه اللي غادي نطحنها بها غادي تخليها تغربل مزيان وما غاديش تلصق لهم في الفم نهائي. من بعد ما كنطحنها كنحاول نسحقها مزيان يعني حتى كتولي هكا ولات بودره. صافي كنولي نغربلها في نفس الغربال اللي غربلت به النافع وحبه حلاوه. غير وكان ملي كنبغي نغربلها كينزل غير واحد شويه منها صافي وكيتسد داك العوينات ديال الغربال، حيت ديجا ديك القشره ديال زريعه الكتان كتلبد على داك الشبكه ديال الغربال صافي وكتسد دوك العوينات. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو المسحوق اللي خصنا نحصلوا عليه ديال زريعه الكتان باش نتفاداو انها تبدا تلصق لينا في الفم. وبالنسبه لما تبقى ليا في الغربال غادي نعاود نطحنو، لكن ما غاديش نطحنو بوحديتو حيت ديجا واخا نغربلو ما غاديش يدوز ليا من الغربال، غادي يدوز ليا غير واحد شويه صافي وغيعاودوا يتسدوا دوك العوينات ديال الغربال. غادي نطحنو مع 2 معالق كبار ديال الدقيق اللي حمرته اولا الدقيق اللي غادي نستعمل نيت الصفوف باش كيعاونها تسحق مزيان وما تطلقش ديك الزيت ديالها. يعني كل ما طلقات الزيت ديالها ملي نبغيو نغربلوها ما تبغيش تدوز لينا في الغربال. صافي من بعد ما كنطحنها كيف ما كتشوفوا معايا راه تتسحق مزيان. بالنسبه للغربال كنوريكم ملي غربلت بها المره الاولى راه تسدات العوينات ديالو. كنحاول هكا نخبط هاد الغربال مزيان حتى كيتحل عاوتاني دوك العوينات. صافي كنولي نغربلها عادي حتى كنحصل على مسحوق ديال زريع الكتان بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. اما ما تبقى ليا من هاد اللي بقى ليا اللي غربلته كنعاود نزيد عليه ما تبقى من زرع الكتان اللي عندي في الطاوه ونضيف ليها واحد المعلقه ديال الدقيق. يعني تنعاونها كاي بالدقيق باش ما كتبقاش تلصق ليا اولا ما تطلقش ليا الزيت ديالها. صافي ونبقى هكا مستمره حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. وكتبقى المرحله الاخيره اللي هي تخلاط ديال الصفوف. غادي نحتاج واحد الاناء اللي يكون كبير اولا طنجره الا كانت هكا عندكم كبيره. غادي نغربل فيها الدقيق اللي غادي نحتاج للصفوف. هنا تقريبا عندي 3 كيلو ديال الدقيق. غادي نضيف ليها معلقه صغيره ديال الملحه، ومن الاحسن اننا نضيفوا الملحه في الاول باش ما نساوهاش. غادي نضيف كذلك 3 كيلو ديال الزنجلان اللي طحنته من قبل. عندي 250 غرام ديال النافع وحبه حلاوه، يعني 125 غرام ديال النافع و125 غرام ديال حبه حلاوه. 2 كيلو ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني، 250 غرام ديال زريعه الكتان، وكيلو ديال الزبده. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي كيلو ديال نصف كيلو ديال الزبده ونصف كيلو الثاني عندي كيدوب في الكاسرونه. بالنسبه للزبده انا استعملت سونطرال. عندي كيلو ديال اللوز اللي صايبته بحال الشكل ديال البخاليني مع نصف كيلو ديال سنيده. ما طحنتوش بزاف كيف ما قلت لكم حيت ما كانش عندي الروبو اللي يكون هكا مجهد اكثر باش يعطيني واحد الخليط اللي هو سايح شويه. غنحتاج كذلك 3 معالق كبار ديال القرفه اللي مطحونه ومسحوقه مزيان مغربله نيت بالغربال الرقيق. انا بالنسبه لي طحنتها عند العطار حيت ما عنديش الروبو كيف ما شفتوا معايا الروبو اللي يكون صحيح باش يطحنها مزيان. غنحتاج كذلك 2 الاكياس ديال بودره الكاكاو. انا هنا استعملت كاوبين. اضافتي ليه في الصفوف كتزيدوا مذاق يعني كيولي لذيذ اكثر، وحتى من اللون ديالو كيزيد كيغمق شويه يعني كيولي اللون ديالو بحال الشكل ديال اللون ديال الشوكولات. صافي غادي نحتاج كذلك الكوزه. غناخذ غير حبه واحده غادي نحك غير النصف ديالها ما غاديش نستعملها كامله. وغنخلي السكر الثقيل اخر مكون ما غاديش نضيفه دابا حتى نخلط الصفوف ديالي وندوقو. الا كان ناقص الحلاوه غادي نزيد السكر الثقيل. ما غاديش نعطيكم بالضبط القياس حيت كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد.
صافي من بعد غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى يتخلط داك الدقيق مع هاد المكونات كلها، يعني ما يبقاش كيبان لا دقيق لا لوز لا حتى شي حاجه. من بعد غادي نجمعهم بالزبده مذوبه. بالنسبه لي انا هنا كيف ما قلت لكم في الاول درت نصف كيلو ذوبتها هي اللي غادي نخلط بها، من بعد عاد غادي نزيد النصف الثاني شويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت. الا كنتو بغيتو تخلطوا ما بين الزبده والزيت يعني ديروا نصف كيلو ديال الزبده والزيت كملوا به حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو، يعني الا بغيتوه معجن لا بغيتوه شويه ناشف، يعني كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. بالنسبه للزيت اللي تكلمت عليه احبائي راه غير زيت المائده، يعني الا بغيتو تخلطوا ما بين الزبده والزيت كتاخذوا زيت المائده كتخلطوه مع الزبده من بعد ما كتذوبوها وكتخلطوا الصفوف ديالكم عادي عوض كيلو ديال الزبده. اما اذا كنتو كتفضلوا المذاق ديال زيت الزيتون فما تخلطوش الصفوف ديالكم كامل بزيت الزيتون، يعني خذوا غير الكميه اللي غادي تكفيكم المده ديال تقريبا اسبوع، خلطوها بالزبده وزيت الزيتون اولا غير زيت الزيتون صافي. وحتى كتقرب تسالي ديك الكميه كنوليو نخلطوا كميه اخرى بزيت الزيتون. من الاحسن كنفضل الصفوف ما نخلطوش بزيت الزيتون حيت يقدر يطلق لينا شي مروره اولا يكون المذاق ديالو يولي حار شويه، يعني من الاحسن بقاو تخلطوا هكا كميه بكميه حتى تسالي ديك الصفوف ديالكم كامل. الا لاحظتوا راني زدت شويه ديال السكر الثقيل من بعد ما دقته لقيته شويه ناقص، زدت تقريبا ما بين 400 غرام حتى ل 500 غرام ديال السكر الثقيل، وكتبقى الحلاوه كيف ما قلت لكم على حسب كل واحد. وبالنسبه للنصيحه اللي نبغي نعطيكم في هذه المرحله ديال التخلاط ديال الصفوف كيبغي شويه ديال الدليك. الا كانت عندكم كميه كثيره بحال هذه الكميه هذه يعني 3 كيلو ديال الدقيق مع 3 كيلو ديال الزنجلان راه كميه شويه زايده، حاولوا تقسموا على 3 ولا على 4 باش ما يغلبكمش. انا شخصيا راه غلبني الصراحه هاد الكميه قسمتها على 3 وبديت كندلك شويه بشويه. بيني وبينكم راه الصحه شويه على قد الحال، ولا سيما انني جمعت طحنت حمرت وطحنت في نفس الوقت وخلطت في نفس النهار. واخر حاجه اللي نقدر نفيدكم بها بالنسبه للسيدات اللي اول مره غيصايبوا هاد الوصفه، شنو المعايير اللي كناخذها بعين الاعتبار في المقادير باش نصايب الصفوف. فاول حاجه كناخذ الدقيق والزنجلان نفس القياس، يعني كان 3 كيلو ديال الزنجلان كناخذ 3 كيلو ديال الدقيق تنحمرو. ديجا داك الدقيق من بعد ما كيتحمر راه تتنقص الكميه، كل كيلو كتنقص فيه تقريبا 200 غرام ديال الدقيق من بعد ما كيتحمر. وبالنسبه للكاوكاو واللوز كتبقى على حسب الميزانيه ديالك شحال بغيتي تخسري في هاد الصفوف. ممكن ديري 2 كيلو ديال الكاوكاو مع النص ديال الكميه ديال الكاوكاو اللي هي كيلو ديال اللوز، اولا ديري قد الكاوكاو قد اللوز، ولا ديري اكثر من اللوز اكثر من الكاوكاو، يعني كتبقى كيف ما قلت لكم على حسب الميزانيه. بالنسبه للزرارع الا كنتي غتشري كميه كثيره من هاد الكاوكاو واللوز ممكن تزيدي حتى نص كيلو ديال الزرارع، يعني ربعه ديال حبه حلاوه وربعه ديال النافع. كنتي غديري هاد الكميه اللي انا درت كيف ما شفتوا معايا 2 كيلو ديال الكاوكاو وكيلو ديال اللوز، راه ربعه مخلطه ديال حبه حلاوه والنافع كافيه. حيت ديجا هاد الزرارع النسمه ديالهم شويه مجهده، يعني نحاولوا ما امكن ما نكثروش منهم الا بغينا اللوغو ديال الكاوكاو واللوز يبانوا هكا في الصفوف. بغيتو تضيفوا حتى البيستاش ولا كاجو يعني ممكن تضيفوه، كيزيد واحد المذاق اكثر في الصفوف. بالنسبه للكركاع اللي ما نفضلش انكم ديروه حيت غادي يمرر لكم الصفوف، من الاحسن ما ديروش نهائي الا بغيتوها كتزينوا به من بعد ما تقدموا هكا في طبيصلات على شكل بريستيج زينوا به هكا من الفوق. وبالنسبه لزريعه الكتان ممكن نضيف رابعه، ممكن نضيف حتى نصف كيلو، يعني ما كنفوتش هاد الكميه واخا نضرب المقادير ما كنفوتش الكميه ديال نصف كيلو ديال زريعه الكتان. كذلك بالنسبه للكوزه واخا نضرب المقادير ما كنكثرش من الكوزه، ممكن ندير غير نصف حبه كيف درت هانيت في هذا القوام هذا، ممكن ما نديرهاش في مره يعني ممكن نستغنى عليها. بالنسبه للكاوبيل كندير 2 الاكياس سوا دوبلت المقادير سوا ما دوبلتهمش، يعني ما كنكثرش اكثر من 2 الاكياس. وكتبقى الزبده والزيت على حسب القوام اللي بغيتي ديال الصفوف ديالك. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كندلك الصفوف ديالي دفعه على 3 ديال الدفعات تقريبا، كيف ما كتشوفوا راه بدا تيتجمع هكا في يديا، صافي كنولي نوضعو مباشره في السطل. وفي الاخير تناخذ تقريبا 250 غرام ديال اللوز اللي قليته من قبل نوضعو من الفوق. ملي نبغي نقدم الصفوف طبيصلات كنزينو بهاد الحبيبات ديال اللوز. وكانت هذه الكميه اللي عطاتني المكونات كلها تقريبا راه سطل عامر تبارك الله. كانت هذه وصفات اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو اكثر.
اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بواحد لايك وتعليق حول الفيديو، ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وما بقى لي غير نقول لكم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللي عنده والديه يتهلا فيهم والله يبارك ليهم في عمرهم، واللي ما عندوش ما علينا غير ندعيو معاهم بالرحمه والمغفره. ادام الله علينا الصحه والعافيه. الى فيديو جديد ان شاء الله.